ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم بقى في الكفتة الجميلة دي؟ بنقول ان هي صيامي ونباتي كمان. طعمها تحفة وعالية بروتين جدا. وبصوا غنية بكل حاجة بصراحة. كل الفيتامينات غنية بيها. بجد جميلة قوي قوي. هنا اول حاجة طبعا معايا نص كيلو من العدس، يكون منقوع من بالليل لحد تاني يوم الصبح. تمام. وتغيري المية كل ساعة عشان يبقى كده لونه كده محمر وحلو. تمام. وبطاطساية مسلوقة، بصلاية كبيرة، وكزبرة وبقدونس، وبقسماط ناعم طبعا، وبهارات كفتة وخلطة كفتة، والبهارات بصل بودر وتوم بودر فلفل أسمر وكباب صيني وجوز الطيب. البهارات اللي انت بتحبيها، بهارات لحمة برضو. عايزة اقول لكم جميلة قوي قوي. تمام. العدس ده انا قعدته من بالليل زي ما قلنا لحد تاني يوم الصبح. بس طبعا وانا بغير المية كل ساعة وكل ساعتين عشان يبقى كده لونه فاتحة زي ما شفتوا كده. تمام. وبرده هنحط البطاطس والبصل، يعني بصوا قسمي انت الكمية مع نفسك بقى بالنظرية. تمام. وبرده حبة بقدونس، بصل بودر وتوم بودر فلفل اسمر جوز الطيب، وبهارات كفتة، وبهارات لحمة. بس كده. وطبعا رشة ملح ومش كتير عشان البهارات دي بيبقى فيها ملح. المرقة اللي احنا حاطينها مرقة بودر، ومعلقتين بقسماط، ومعلقتين زيت برضو زي ما شفتوا كده. وهضرب الخليط ده كويس جدا. لو لقيت القوام بصوا ماهي زي كده، هنضيف له برضو حباية بقسماط. تمام. طبعا انا هضيف له بس من فوق الكيس كده وهعجنه. طبعا انا ليه حطيته على كيس تلاجة؟ عشان طبعا هنفردها كويس جدا وهشيلها في التلاجة في حدود كده ربع ساعة، وبعدين هنشكلها مع بعض. بس طبعا بعد ما احط معلقة البقسماط وهعجنها. تمام كده. هجيب كده كيس عليها من فوق طبعا، واحطها في صينية كده بالاكياس كده وهي مفرودة، وهحطها في الفريزر ربع ساعة بالظبط. عايزه اقول لكم زي ما شفتوا كده بصراحه ما تفرقهاش، قوامها حلو ومتماسكه. وبصوا لونها من جوه انا وبقسمها مستويه، يعني بصوا لون الكفته بالظبط. بجد بجد طعمها خرافه وجميل قوي قوي. وكمان عاليه البروتين وعاليه فيتامينات كتيره. طبعا كلنا عارفين العدس فيتامينات وكده، وحاطين بطاطس والبهارات والبقدونس. طبعا بصوا ببل ايدي كده في الزيت بعد ما خرجتها من التلاجة بربع ساعة بالظبط. خدت ربع ساعة في الفريزر. ولو هتشيليها في التلاجة يبقى نص ساعة. تمام. طبعا ببل ايدي كده في الزيت وبشكلها. طبعا الصينية اللي انا حطاها كده برضو تدينيها زيت عشان تبقى بكل سهولة. تمام. وعلى فكرة بعد ما اصبحها على طول هحمرها. هي دي الكفتة اللي انا قلت لكم عليها لما عملت الكفتة بالبطاطس. بجد خرافة وطعمها لذيذ قوي قوي. سواء بالصلصة والبطاطس طعمها جميل، سواء على كده برضو تحشيها في السندوتشات طعمها جميل قوي قوي. وحاجة مش مكلفة يعني بصوا حاجة سهلة بس ومش مكلفة. بصوا بتصبيها طبعا، ممكن عايز تعمليها كور اعمليها كور براحتك. بس انا حبيت ان انا اعملها صوابع عشان طبعا باقي الكمية هحفظها في الفريزر وهحشي بيها لاولادي في المدرسة في اللانش بوكس. حلوة قوي للاولاد اللي صايمين، بجد بجد تحفة جدا، هتنفعهم في سندوتشات المدرسة. وبصوا ولا فكت ولا اي حاجة. طبعا عادي انا مولعة بوتاجاز، النار تكون وسط عشان تستوي كويس زي ما شفتوا انا بقسمها مستوية كويس جدا من جوه.
باقي الكمية طبعا الصوابع انا حفظتها في الفريزر. بصوا ايه رأيكم بقى؟ لونها جميل قوي ومحمرة. يعني بصوا إيه، مش لونها كده غامق قوي، بصوا لونها حلو قوي. بجد جميلة قوي وخفيفة جدا وطعمها جميل جميل جميل. يا ريت كلنا نعمل الحاجات دي لأولادنا، إيه نعليهم البروتين يعني في الصيام وكده، ونسهل عليهم برضو الصيام. بجد ولادي بيفرحوا قوي بالصيام. كل سنة وانتم طيبين طبعا. بصوا انا بقلب عادي جدا، بصوا ولا اتفرولت ولا فكت ولا اي حاجة، بس انا بقلب كده عشان اطمنكم. بصوا بروح واجيب المعلقة ده. اذا كده الطريقة واضحة وجميلة قوي قوي. ان عجبكم الفيديو وانت بتتفرج يا قمر، لايك وشير وسبسكرايب، تفعيل زر الجرس، اللي مشتركش في اكلات من كرة اشترك. اعملوا لي متابعة على صفحتي على الفيسبوك، وطبعا دوسي على كلمة شير. تمام، شير الفيديو، يعني تشيريه عشان اصحابكم يشوفوا الفيديو ويعملوا. بصوا انا بطمنكم، بصوا بقلب وراحة وجاية بالمعلقة. بجد تحفة تحفة تحفة. ده كان فيديو النهاردة، ايه رأيكم في الجمال ده؟ بجد جميل قوي قوي. بصوا الفيديو بيتحدث عن نفسه طبعا. طبعا البطاطساية انا مش حاطة غير بطاطساية بس. بصوا يعني ما تكتريش بطاطس برضه عشان ما تفكش مني. هي بطاطساية واحدة بس على نص كيلو العدس، وبصلاية كبيرة. ايه رأيكم؟ بصوا يا خرابي، ايه رأيكم بس في الجمال ده؟ بصوا، لايك وشير بقى، يلا اكلات ام كراز، لايك وشير. بصوا رشينا كمان بقدونس. وده كان فيديو النهارده، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.